مساء الخير. كي دايرين؟ لاباس. انا الصراحه ولا كنت قررت انني في رمضان ما نطلعش كاع. ما باغيش نهضر في رمضان. ما باغيش انايا ناخد بعض التعاليق السلبيه من طرف الناس اللي متابعيني، لانه كاينين شي ناس ما مربينش يقدروا يكتبوا لي على ابسط حاجه، يعلقوا لي على ابسط حاجه في هذا رمضان. فانا كان ايفيتي انني في رمضان ما نطلعش، ولكن انا من نهار دخل رمضان عندي بزاف ديال الحوايج كيأنبوني، الناس اللي غلطت معاهم، وبزاف ديال الحوايج عاوتاني كنتمنى ربي ياخذ لي حقهم من دوك الناس اللي ظلموني ولا الناس اللي خداو لي رزقي بلا ما نذكر الاسماء، لانه ما غاديش نسمح لهم لا دنيا ولا اخره. الناس اللي كلاو لي في رزقي ولا الناس اللي ضروني ولا الناس اللي هضروا فيا، ولكن تنقول خليني انا نكون حسن. فهمتوا؟ اش غادي نقول لكم؟ من نهار دخل رمضان كما تشوفوا راه الى عقلتوا الاول ديال رمضان طلبت السماح. الدري اشرف، واخا داك الدري مسكين ما ضرنيش في خدمتي الصراحه وما جبتش لي خدمتي. كاينين ناس اخرين وراء الشاشه وهما اللي كانوا كيحرشوا، هذوك الناس ما نسمح لهم لا دنيا ولا اخره. ولكن كما قلت لكم انا من دخل رمضان آه كنفكر في رمضان ديالي واش دايز ولا ما دايز، خصو انني تنصوم. المهم بلا ما نبقى نهضر، هذاك الشيء بيني وبين سيدي ربي، واش كنصوم ولا كنصلي ولا كنزكي ولا كنصلي، داك الشيء كيبقى بيني وبين سيدي ربي. ولكن كاين شي حوايج اللي بيني وبين العبد الا ما تسامحتش معاهم. راه واخا نمشي للحج، شي دوك الناس اللي تقول لك غنمشي للحج نغسل الذنوب، ما كاين راه بغسل الذنوب، هذاك الشيء راه كذوب. الذنوب هو تغسلهم، خصك تمشيو عند دوك الناس اللي درتو معاهم الاغلاط، اللي غلطتوا في حقهم، اللي اذيتوهم، طلبوا منهم السماحه، هذيك هي غسل الذنوب. اما نتوما واكلين فلوس اليتامى، واكلين الناس الفقراء، واكلين الارملات، وتهز فلوس ديالهم وتمشي بهم للحج باش تغسل الذنوب، لا ربي ما يغفرش ليك. كونوا عيال عاقل، لانه الذنوب ما كيتغسلوش انك تمشي للحج ولا تمشي للعمره. الناس اللي باغيين يتوبوا ويطلبوا المغفره من سيدي ربي ماشي بالضروره تمشيو داك المقام السعيد. تقدروا نتوما في ديوركم في غرفه النوم ديالكم طلبوا سيدي ربي يغفر لكم، وربي يقدر يغفر لكم، ولكن العبد ما يغفرش لكم. واخا تمشي للجنه، واخا تبني جامع، واخا تصدق على مئات الملايين ديال الناس، مادام داك العبد ما سمحلكش راه يوم القيامه غادي يوقف معاك. فهمتوا؟ فهذه ديما انايا كتجيني لبالي، تنقول كاينين شي ناس غلط في حقهم، كاينين شي ناس غلطوا في حقي. طبيعه الحال دوك الناس اللي غلطوا في حقي هادوك راه بالصنداله الى يوم الدين حتى نتلاقى معاهم، من غير يطلبوا لي السماحه اكيد. القلب الطيب والقلب الكبير غنسمح لهم، ولكن باش نسمح لهم غير هكذا لا، ما جاتش. وكاينين ناس اللي انا غلطت في حقهم واذيتهم في شرفهم، في عائلتهم، في خدمتهم، مع العلم انهم هما اذوني في خدمتي، ولكن ما وصلتش لديك الدرجه ديال الاذى اللي نقدر انا اذيتهم بالكلام ديالي الغلط في حقهم، بالكلام ديالي الزائف، يعني الكلام غير صحيح في حقهم، اللي انا اذيتهم. لانه هما اذا اذوني في خدمتي، انا خدمتي راه الناس كيشوفوها، راه كيجيو لعندي، ولكن ملي كتأذي الواحد كشخص في شخصيته لداخل، وهو داك الشيء ما فيش، هنا في كيكمن المشكل. فانا في هذا رمضان اقسم بالله راكم شفتوني 15 يوم، يمكن دابا ثاني مره غادي نطلع من بعد ما اعتذرت مسكين داك الدري اشرف الاسطوره اللي كنت نزلت عليه واحد الباطل ديال واحد المرض، الله ينجيه اخوتي. حاليا وقدامكم غادي نعتذر من واحد الشخص، ما غاديش نذكر سميتو، ولكن غنذكر الالقاب اللي كنت كنحط ليه. الى نتوما منشوه الى قبل، لانه دخلت عليه في الواتساب بلو كما قلت لكم، غير قلت ليه انا صوفيا طالوني بلوكاني بجوج ديال الارقام ديالو، دونك ما بقى لي حتى شي حل. لانه ديجا مبلوكاني من الانستغرام وسناب شات، ما بقى لي حتى شي حل الا انني نقدم الاعتذار هنايا في سناب. نتوما منشوه صيفطوا له هذا الفيديو، قولوا لي صوفيا ما بغات الصداع، ما بغات مشاكل، بغات تسامح مع العبد. العبد ما حدنا في الدنيا نتسامح معاه، الناس اللي غلطت في حقهم نتسامح معاهم. واخترت هذا الشخص لانه هذا الشخص غلطت في حقه. هذا الشخص اللي انا ديما كنلقبو بنانا، كنلقبو باورانجينا مقلوبه. هذا السيد ما غاديش نقول سميتو لاني ما كنتش كنذكرها، وحتى دابا ما غاديش نذكرها، ولكن من خلال الالقاب الخايبه اللي كنت كنلقب بها غادي تعرفوه. هذا السيد الله يستر، مشيت حلفت عليه في القران، مشيت اديته في شرفه، في كرامته، في عائلته، في خدمته، في تصرفاته.
هاد السيد في لحظة غضب، كنت في لحظة غضب، وكنت كنتناول الهرمونات الانثويه اثروا لي على الحاله النفسيه ديالي. الحمد لله دابا قطعتهم، لانه اثروا لي بزاف، حتى في علاقتي مع عائلتي مع خوتي وليت عصبي بزاف، وليت كنتقلق من اتفه حاجه. فانا الله يجازيكم بخير، هاد السيد دخلت عليه كيما قلت لكم بلوكاني، فما بقات لي حتى شي وسيله هو نتوجه لكم نتوما الناس اللي متابعيني مباشره، على الله توقفوا معايا وتكونوا السند ديالي وتقولوا ليه ربي كيسمح، علاش انت ما تسمحش؟ دخلوا عليه، راكم عارفينه، صيفطوا ليا الكابتشر وغادي نحطهم نحط الاجوبه ديالو الى قبل على الله. المهم انا اللي عليا من عندي كنطلب ليه السماحه، تنقول ليه اخويا داكشي اللي قلت عليك كنتي معايا في فراش واحد، ما فراش واحد داكشي كذوب عمره ما كان، لانه اصلا انا ما نقدرش ندير داكشي قدامك ولا قدام اي واحد. اذا ابتليتم فاستتروا، فما بالك غنديرو قدام اللي انت راجل مزوج وبوليداتك وبعيد عليك. ولكن كما قلت لك اخويا، في لحظه غضب وفي لحظه طيش وفي لحظه غيره على خدمتي اضطريت انني نقول شي حوايج ما كاينينش. كنتمنى منك تسمح لي في هذا رمضان، الا فيك ذره انسانيه، فيك شويه ديال الاسلام وشويه ديال التسامح، اي شويه، الا كنتي كتسامح فكنتمنى منك تسامح ليا، لانه ما بغيتش نتقابل معك يوم القيامه. الا نتقابل مع دوك الناس اللي ظلموني، ما بغيتش نتقابل مع الناس انا ظلماهم و... و... وقلت كلام في حقهم غير صحيح. فانا كما قلت لكم كنت كنهضر عليه بالالغاز، وحتى دابا غنقول بالالغاز. السيد اللي كنت الميك اب ارتست اللي تنقول عليه بنانه او اورانجينا مقلوبه، هاد السيد الكلام اللي قلت عليه كله كذوب. وكنتمنى حتى من الام ديالو والاخ ديالو والاب ديالو يسمحوا لي، ماشي غير هو، لانه انا اديت هاد الناس كاملين. يا ربي تسمح لي هادشي ما نقول، يا ربي تسمح لي، يا ربي تسمح لي، يا ربي تسمح لي. وتنتمنى من هاد الناس كما قلت لكم اشرف الحمد لله. مسكين بحال تقول عمره ما كانت شي حاجه، كيعيط لي وكيسول فيا تقول لي انا مسامحك مادام انت طلبتي السماحه، انا مسامحك دنيا واخره. مسكين ومره ما كيسول فيا، الله يكثر خيره. ونزيدكم كيقول لي بغيتي شي حاجه من المغرب نصيفطها لك، فدا حاليا بقى لي هاد السيد المحترم اللي انا غلطت في حقه. تنتمنى حتى هو يسمح لي علاش لا، ويا ريت يتصل بيا ويقول لي انا تقبلت الاعتذار ديالك. تنتمنى هاد الشيء. وبالنسبه للناس اخرين اللي اذوني، انا راه ما غنسمحش لكم، ولكن ما عمري غادي نجبدكم. وانا ما ناقصاش حروبات، ما ناقصاش مشاكل، ما ناقصاش هضره، ما ناقصاش بعطيه. انا عطوني شبر اتساع. انا واحد الانسان وليت كنخاف من بزاف ديال الحوايج. انا الشكل ديالي ما نهضرش عليه، هذا ملك ديالي انا وبيني وبين سيدي ربي. ولكن انا ما بغيتش نأذي الناس، وما بغيتش نكون سبب في اذى ديال حتى شي واحد. بغيت انايا ان شاء الله يا سيدي ربي منين نخرج رمضان نركز على خدمتي، نركز على السوشيال ميديا، نركز على راسي، انا من انا وشكون انا وشنو تندير. وغادي نركز على مركز صوفيا استيتيك، لانه هذا هو الاهم بالنسبه ليا، هذا هو المشروع ديالي وهذا البروجي ديالي. اما ندخل مع صراعات مع فلان ونتعاطى مع فلان وفرتلان. انا بعت على اللايفات، بعت على السوشيال ميديا، بعت على بزاف ديال الحوايج، ولكن كندخل ليها غصبا عني. علاش؟ لانه مصدر رزقي، كندير دعايات لخدمتي، كنحط ارقام ديال خدمتي، فاجباري عليا انني مره نطل. فكنتمنى ان شاء الله بعد رمضان غتكون اطلاله نظيفه محترمه، واحد الاطلاله اللي غادي تشرف بيا انا كمغربي في بلاد المهجر، ونكون بعيد. باش ما نزيدش نطول عليكم، كنعاود نقدم اعتذاري من السيد الميك اب ارتست اللي قلت لكم عليه، اللي كنت كنلقبو بنانه او راجله مقلوبه. ما نقولش سميتو، لانه في الاول ما كنتش نقولها، حتى دابا ما نقولهاش، فكل شيء واضح راكم عرفتوا. كنقدم لك الاعتذار، وكنقدم مره ثانيه الاعتذار من اشرف اسطوره. واخا انا وياه متسامحين، كنقدم الاعتذار اي واحد اذيتو يقدر يدخل عليا في الانستغرام او في السناب او في النمره ديالي يقول لي راه غلطتي في حقي، غنقدم له اعتذار بكل فخر وبكل وجه هكذا مسنطح. لانه الاعتذار من شيم الرجال، وانا باقي فيا الرجوله اللي ما عمري غنتخلى عليها. وانا ما نرضاش على راسي نكسب اعداء انا ظالماهم. خليني نكسب اعداء هما ظالميني، وخليهم هما اعداء مع راسهم، انا ما كنتسوقش ليهم، وما عمري غادي نحاول نجاوبهم، وما عمري غادي نحاول نعبرهم، نديها في خدمتي. وبغيت نقول لكم انه هادشي كامل كان تاثير بعض
كما قلت لكم اصدقاء السوء وبعض اعداء النجاح اللي هما عندهم خدمه نفس خدمتي، حتى هما حاربوني ومازال كيحاربوني هنايا في البلاد او برا البلاد. وكذلك الهرمونات الانثويه اللي كنت كنشرب اللي خلاتني نمرض شويه نفسيا، وكنقول شي حوايج وشي كلام ما نقدرش نقوله لا على بلادي لا على الناس اللي كنعرف لا على بزاف ديال الحوايج. الحمد لله من نهار قطعت هذوك الحبوب ديال الانثويه، الهرمونات الانثويه، من نهار قطعت علاقتي مع دوك الناس ديال اصدقاء السوء، من نهار رجعت بوحدي، رجعت اوراقي، وليت دايها في خدمتي ودايها في عائلتي ودايها في الناس اللي كيجيو عندي، نكبر بهم ونعطيهم وقت وندير معهم الواجب. فما نطولش عليكم، حتى نتوما سمحوا لي الا كنت كنخصر الكلام، الا كنت كقلل عليكم الاحترام، حتى نتوما كنطلب منكم السماح.